واسمعوا الكلمة هذه مني وتقبلوها. أنتم في مصر قد لا تدركون قيمة أن تعيشوا في كنف دولة قائمة وجيش ولاؤه واحد غير مشتت الولاءات. أخوكم من بلاد لم تعد فيها دولة، ولا أدري أتستمر متحدة أم لا. أعيش في دولة دمرت بمشاركة من جيشها الذي انقسم على نفسه بانقسام ولاءاته. قد لا يستطيع سياسي أن يقول هذا الكلام بالوضوح الذي أقوله، ولا حرج، لكني من أهل هذا البلد أقوله بوضوح. جيشنا في اليمن كان منقسم الولاءات، واليوم كل طرف معه ألوية من الجيش تدمر البلاد وتتهم الطرف الآخر بأنه مجرد ميليشيات. كل طرف يقول هذا، وكل طرف يقول أنه بريء من قتل الأبرياء، وأن الطرف الآخر يقتل مدنيين، والكل بقصد أو بغير قصد أسقط مدنيين. أنا من بلد تمزق اليوم وهي بلاد الشرف والعز، يمن السعادة والحكمة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يماني، قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الحديث، وهو الأمل لنا في المستقبل. فلهذا رسالة الحديث أسلم الناس فيه، لأن فلسفة الجيش المصري إضافة إلى الإيمان الفطري ووحدة الولاء أنه غير عدواني، ليس بجيش يقيم أوده وتطويره على أساس الاعتداء على الآخرين، على الدول والطمع فيما لديها. هو جيش قام على أساس بناء بلده والذود عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد شيخ يمني بيتكلم كلام مؤثر وكلام قوي جدا يا جماعة عن الجيش المصري قدام القيادات المصرية وقدام الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي يا جماعة، بكلام قوي وكلام مؤثر جدا. تعالوا بينا مع بعض، عطونا نخش نشوف الفيديو ده ونشوف بيقول ايه ونرجع تاني. يلا بينا. لماذا سردت لكم السند أو التخريج من خرج هذا الحديث؟ لأن في عصر فيه فتنة كما قال النبي، والفتنة أحد ركائزها التشكيك في كل ما يأتي، في كل ما يقال، في كل جهد يبذل ويقدم. هذه من معالم الفتنة. وللحديث شواهد أخرى من السنة، لأن الناس أكثر الكلام عن المقصود بالجند الغربي. النبي يتكلم من المدينة صلى الله عليه وسلم، والمعروف أن أول بلاد إلى غرب المدينة هي مصر، لا مراء في ذلك. ولكن كل بلد يحب أن يكون له نصيب من البشارة المحمدية. فمن علماء المغرب من قال المقصود بها المغرب، ومن علماء الشام من قال المقصود بها الشام، ولو استطاع أهل المشرق أيضا لقالوا، فهي بشارة عظيمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن له شواهد. يقول النبي: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. ويقول: تكون فتنة تشمل الناس كلهم لا يسلم فيها إلا الجند الغربي، لا يسلم فيها إلا الجند الغربي. وقال صلى الله عليه وسلم: ستجندون أجنادكم وخير أجنادكم الغربي، الجند الغربي. وتأملوا الحديث القادم. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخرجها ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب والدولابي في الكنى والأسماء: إنكم ستكونون أجنادا، وإن خير أجنادكم أهل الغرب، أهل الغرب منكم. يحدثهم في المدينة: ستكونون أجنادا وإن خير أجنادكم أهل الغرب منكم، فاتقوا الله في القبط، فاتقوا الله في القبط، لا تأكلونهم أكل الخضر
أي النبات الغض، لا تحرقونهم لا تلتهبونهم، أي لا تنظروا إليهم بنظرة استباحة واستحلال. من هذه الشواهد يظهر لنا القبط من هم؟ أهل مصر، مسلمهم ومسيحيهم. وله أيضا شاهد من شرح مسلم الإمام السيوطي، يقول فيه شارح بمعنى الشرح، يقول الإمام السيوطي: لا يبعد أن يراد بالمغرب مصر، فإنها معدودة في الخط الغربي بالاتفاق، وقد روى الطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. تكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي. يقول ابن الحمق، عمرو بن الحمق صحابي ارتحل إلى مصر لما بدأت الفتن، يقول ابن الحمق: فلذلك قدمت عليكم أهل مصر. فظهر هنا أن المقصود من الحديث هو جند مصر وجيش مصر. والعجيب هنا أن الرجل أي الصحابي ابن الحمق يقول: جئت إليكم أهل مصر، والحديث عن جند مصر. ومن يرى اليوم الحال يدرك أن الجيش المصري هو الشعب المصري، لأن غالبية شباب مصر تجندوا في الجيش المصري وتدربوا فيه، وكانوا يوما من الأيام جزءا من هذا الجيش، ولهذا قال أهل مصر. أيضا هناك شواهد من التاريخ سأكتفي منها بشاهد واحد، وهو المعركة المشهورة التي هزم فيها التتار المغول الذين جاءوا ليجتاحوا ليس فقط منطقتنا بل العالم بأجمع، واليوم ولكل عصر تتاره ومغوله. وقد سمعنا في كلمة السيد الرئيس قبل ما حصل في الغرب تحذيرا واضحا يقول فيه لهم أنه لن يستثنيكم، كذلك قالها الملك عبد الله رحمة الله تعالى عليه. من شواهد التاريخ مواجهة الجند الغربي أنتم لهذه الجيوش. وكتب ابن شهاب في تاريخه ممالك الأمصار يقول فيه أن جند جلال شاه أحد كبار ملوك المسلمين من الشرق كانوا 10 أضعاف الجند المصري، آلافا مؤلفة، وهزموا أمام التتار، ولكن ما انكسر التتار إلا أمام الجند الغربي، أمام جيش مصر. وتأملوا الظاهر بيبرس وغيره ممن خدموا في جيش مصر في إقامة جند مصر، منهم من ليس بمصري، وهو في بلده ما استطاع أن يقوم بما قام به لما جاء إلى مصر. إشارة إلى أن مفهوم الجندية في مصر قائم على أساس يصبغ من دخل أرضها وخدم فيه، أي أنه يربي ويصبغ الفكر والقلب والوجهة. وهذا ما قال لي سيدي الوالد الذي تخرج من الكلية الحربية كما ذكرت من قبل، قال: يا ابني، الجيش المصري مدرسة، ليس مجرد مكان للتجنيد أو للتسليح. يقول أن أكبر الجيوش انكسرت وقام أمامه جيش مصر. تاريخ القريب والواقع الذي نستطيع أن نقوله، لم نسمع عن جيش دمرت أهم إمكانياته ثم في خلال أسبوع يبدأ حرب استنزاف وما تمر 6 أعوام إلا وقد عبر القناة واستعاد شرف بلده ورفع رايتها. هذا ليس له علاقة بالحسابات الآدمية، وإن كان الأخذ بالأسباب أساس، لكنه متصل بالخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. رسالة الحديث، فهمنا أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، له شواهد من السنة، من التاريخ، من الواقع الذي نعيشه، وفيه رسالة متصلة بالواقع. رأينا العرض الذي أظهر جانبا مما يحصل في العالم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن أو فتنة أسلم الناس. الحبيب هنا يتكلم عن منهج يفرز واقعا. أسلم الناس فيه الجند المصري الغربي، الجند الغربي أي المصري. لماذا قال أسلم الناس في وقت الفتنة؟
كلام الحبيب هنا عن منهج هو السلامة. الجيش المصري أولا جيش مؤمن، وإيمانه فطري ليس متكلفا. وأقول هذا الكلام عن صحبة في الأشهر الماضية والسنة الماضية شرفت بها في المحاضرات بل والندوات والأخذ والرد في العديد من أماكن هذا الجيش المبارك. الجيش مؤمن بفطرته إيمانا فطريا غير متكلف. الأمر الثاني عقيدة الجيش وولاؤه. واسمعوا الكلمة هذه مني تقبلوها. أنتم في مصر قد لا تدركون قيمة أن تعيشوا في كنف دولة قائمة وجيش ولاؤه واحد. لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم في الكلام الطيب والكلام الجميل اللي احنا بنسمعه مع بعض ده يا جماعه عن الجيش المصري وقوه الجيش المصري. ربنا طبعا ينعم علينا بنعمه الامن والامان ويحفظ مصر ويحفظ الجيش المصري، امين يا رب العالمين. نكمل مع بعض الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. غير مشتت الولاءات. اخوكم من بلاد لم تعد فيها دوله، ولا أدري أتستمر متحدة أم لا. أعيش في دولة دمرت بمشاركة من جيشها الذي انقسم على نفسه بانقسام ولاءاته. قد لا يستطيع سياسي أن يقول هذا الكلام بالوضوح الذي أقوله، ولا حرج، لكني من أهل هذا البلد أقوله بوضوح. جيشنا في اليمن كان منقسم الولاءات، واليوم كل طرف معه ألوية من الجيش تدمر البلاد وتتهم الطرف الآخر بأنه مجرد ميليشيات. كل طرف يقول هذا، وكل طرف يقول أنه بريء من قتل الأبرياء، وأن الطرف الآخر يقتل مدنيين، والكل بقصد أو بغير قصد أسقط مدنيين. أنا من بلد تمزق اليوم وهي بلاد الشرف والعز، يمن السعادة والحكمة. الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يماني، قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الحديث، وهو الأمل لنا في المستقبل. فلهذا رسالة الحديث أسلم الناس فيه، لأن فلسفة الجيش المصري إضافة إلى الإيمان الفطري ووحدة الولاء أنه غير عدواني، ليس بجيش يقيم أوده وتطويره على أساس الاعتداء على الآخرين، على الدول والطمع فيما لديها. هو جيش قام على أساس بناء بلده والذود عنها. هو مسالم لا يعتدي، وهو أسد جسور يهز العالم زئيره إذا اقتضى الأمر وفكر أحد في أن يقترب من أمن بلاده أو سيادتها. والكلمة الأخيرة رسالة من القلب. علمنا أشياخنا مقولة أشعر أن الفقير إلى الله بما ابتلي به من شهرة وظهور قد انتفع بها كثيرا. قال لي أحد أشياخي: يا ولدي، إذا وجدت أنك تعمل في الخدمة، خدمة الحق ونصرة الحق، لمدة تطول ولم يقم من ينال منك أو يسيء إليك أو يحاول أن يشوه صورتك، فشك في إخلاصك. معنى هذا أن إخلاصك فيه كلام. وكان أحد أشياخنا سجن في أيام الشيوعية، وبلغ الخبر لشيخه، فضحك الشيخ وقال: بشركم الله بالخير. قالوا: كيف تضحك؟ قال: هذه علامة بشرى خير، لأنه لا يساء إلى نزيه وهو يعلم من نفسه أنه نزيه، وينكر فضله إلا لإخلاصه. فلهذا خذوا هذه العبارة يا جيش مصر ويا شرطتها، خذوا هذه العبارة: علامة الإخلاص وجود نكران للجهد. علامة إخلاصك في الجهد وجود
نكران تقابل فيه لجهدك، عفوا علامة القبول للجهد. نعم، علامة قبول الله للجهد أن تقابل بنكران، وعلامة الإخلاص في الجهد ألا يثنيك ذلك عن أن تستمر. وهذا هو جيش مصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظه، وأن يقيم إوده، وأن ينصره بالحق للحق في الحق. وشرطة مصر الواقفة على ثغور أمنها وأمانها، اللهم بارك في مصر وابسط فيها بسط الخير والنور والأمن والأمان والهدى والبركة والخير والصلاح، وجنبها وأهلها أسباب الأذى والفتن والقتل والمحن والمعاصي ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. وإذا تساقطت يا رب جيوشنا من حولنا فإن أملنا في حفظك لهذا الجيش، بأن يكون بداية لانتهاض ما سقط مرة أخرى، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وأعن أخي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أقمته عليه، اللهم ألهمه الحق بالحق وأعنه، فقد أقمته في موقف يصعب شأنه وجدله وحسابه ساعة العرض عليك، ويصعب شأن القيام بمقتضاه في دنيا فيها التآمر والغش والأذى والبلاء. اللهم أيده بالحق للحق في الحق، وأعن من عين لحمل هذه المسؤولية على ذلك، وألهم نتاج عملهم من القبول ما يسعد به الشعب ويخرج من محنته. وأعن يا مولانا مصر على ما هو قدر قدرته لها من أن تكون هي عمود الخيمة، اللهم أعنها على ذلك، وأيقظ العرب من غفلتهم عن حقها عليهم وفضلها يا حق يا حي يا قيوم. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. ادي الكلام الطيب والكلام الجميل اللي قاله الشيخ اليمني يا جماعه عن قوه الجيش المصري، وقال لك اهميه الجيش المصري يا جماعه في المنطقه اللي محافظ على امن واستقرار المنطقه العربيه. كلنا شايفين طبعا الجيوش العربيه معظمها انهارت، معظمها تفككت، معظمها اتدمرت يا جماعه. ما فيش جيش عراقي، ما فيش جيش سوري، ما فيش طبعا جيش لبناني، ما فيش جيش سوداني، ما فيش جيش ليبي. كل الجيوش يا جماعه اتفككت. حتى الجيش اليمني زي ما احنا شايفين وشايفين الشيخ اليمني قال لك حتى كمان قوه الجيش اليمني ما عادش طبعا الطائفيه دخلت فيه الشيعيين وطبعا السنيين، فطبعا هنا الحوثيين هم اللي مسيطرين على اليمن زي ما احنا شايفين يا جماعه. لكن قال لك هنا ربنا ينعم على الجيش المصري بنعمه الامن والامان، لان بصراحه جيش ما بينحس لاي طبعا يعني لاي دين يا جماعه، ما هوش ماشي تحت اي دين ولا في انقسامات زي ما احنا عارفين. وربنا طبعا ينعم علينا بنعمه الامن والامان، ان الجيش المصري جيش وطني يا جماعه، جيش للوطن زي ما احنا شايفين كده. بصراحه كلام جميل جدا، كلام مهم جدا يعرفك قد ايه قوه بلدك وقوه جيشك، عشان كلنا طبعا ورا الجيش المصري يا جماعه، وكلنا ورا الوطن، ودي اهم حاجه. عشان زي ما احنا شايفين الدول العربيه كلها خلاص كله اتدمر، فلازم كلنا ما نقعش في نفس الاخطاء اللي وقعت فيها الدول العربيه. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم، اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.